السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأشواق حارة لمتتبعيني الغاليين، مرحبت بكم معايا الليلة في أولى حلقات سلسلة الأمثال الحسانية من كتاب الكلام السابق للشاعر والمؤلف سالك اليزيد. من خلال اهتمامنا بالأدب الشعبي والثقافة الحسانية وتراثنا الغالي الثمين اللي ما ينباع ولا يصدق ولا ينعطى ولا تعدل فيه أخبار به، اللي هو العملة الوحيدة اللي نقدر نصرفه ونقدر نتعاملوا بها مع الناس من قريب ومن بعيد، ونحن واجب علينا حمايته وصونه من الضيعة والإهمال والنسيان. والمؤلف في الكتاب جمعنا قدر كبير من أمثلة الحسانية اللي هي كلام الناس الأولى، كلام لوايل العقلاء الحكماء اللي خرصوا بعيد، أهل الحكمة والمعنى والكياسة والمروة والمحنة وزين الدين وزين الاتفاق وزين الشوفة، أهل الثقة والسقم والتفقريش والتواضع وحلاوة الكلام والطيبة وزين اللامة وزين الأفعال والكلمة الصديقة والتخمام الزين والجورة ما تنسى ولا يمتل منها. وأنا صراحة منين توصلت بالكتاب قررت على أني نقراه بصوت عالي، إياك تعم الفائدة ونستفادوا منه كاملين بهذه الأمثلة اللي تعود مصحوبة إن شاء الله بالشرح الألفاظ أول شيء، وعاقب ذاك يجي شرح المثل كامل ياك يعود مفهوم واضح بطريقة أكثر، وعاقب ذاك لا يجي الشرح كيف قلنا الشرح الأول للمثل ويعقبه الشرح الثاني، وكل مثل على حسب فيها الأمثلة اللي طويلة يطول شرحها وفيها الأمثلة اللي شرحها عادي. نتمنى إن شاء الله تعجبكم الفكرة والحلقة وتفضلوا معايا نبداو أمثلة حلقة الليلة، ومرحبتي بكم. المثل الأول يقول: أبلغ من عجل أماته 10. البلغة معناها التكبر والغلط وغلظ الراس والتخومي، والعجل هو من أسامي الولد البقرة الصغير. أماته 10 بمعنى يرضع بقرات وحدات ورويان حتى وشايط عنه اللبن. والمعنى الأول المثل على أنه أمنادم مبلوغ حتى وغالط وعاجب راسه ولا يراعي فارواقيج بهمال الياسر وخوت مزربيين به وحامينه ومحمرين الوجوه وقبيلته الوافر المتينة نمتنا عينه. أبلغ من عجل أماته 10. البلغة والترشة والغلط ذو ما هم زينين على أولاد الخيام الكبارات، والبلغة يقولوا عنها اللام اللي في سيد. أما اللي منزه راسه والمترفذ عن المسائل الرويخية وعن الناس الماهشي ومبلوغ عن شي محيلي، ذاك مبلوغ حق. أبلغ من عجل أماته 10. المثل الثاني يقول: يبرن أخيارنا. البراني هو المهاجر الغريب الأوطان اللي في بلد ما هو بلو ولا فيه له حد من أهله ولا من قبيلته. ويقول المثل الحساني: البراني وراني، معناها على أنه البراني مزمة قديمة ولا متسلي موخر في المسائل كاملة ولا باس عليه الأجبر بلو في الكفل. أخيارنا اللي هو فقرشنا وأحرشنا وسقمنا وزعمنا ومروانا وعرفنا بشي صالح واتقانا وقرانا وعلمنا. ومن معاني المثل على أنه خيارنا نختيروها لا يتبرن
ويهاجر ياك يشيع وينعرف عن القبيلة بين البرانيين والناس ما تعرفنا الا بشي زين. وصالح ومشرف ورافع من قيمة القبيلة ومن شانها وسمعتها به، اللي هو من خيار القبيلة، سفيرها المعتمد، وهو اللي قد يمثلها أحسن تمثيل في المهجر. والله برانا خيارنا. المثل الموالي يقول: تبعريس ألا من حر الموت. تبعريس اللي هو الدفعة والخفة والجك والعجلة، تشظاف، وهو المشي الياسر وقلة الاستقرار في بلد واحد. وعكس التبعريس هي الرزانة والثبات والوطي على الأقدام والمشي بالشور والعقل والكياسة والصبر. المعنى الأول المثل يقولوا على أن المسبعرس اللي حاس بشنتين هو المبعرس مولاه، كيف هم مسين ولا مقواس ولا دين ولا مشكل ولا شي حاز في أخلاقه باقي فيها. والتبعريس ألا من حر الموت. وهون مولي مثل يقول: تمابي الذيب عن سرحة الغنم. تمابي هو الرفض والامتناع عن تعدال الشيء، والذيب جمعها ذياب اللي هو حيوان مشهور وكال للحم. من معاني المثل على انه الذيب اذا شاف الغنم لا يسيلو ريوقو ولا يهتر ويجن ويعود يزاهل لا يتجلب عليها ويوكلها، وإذا قالوا حد فيسد مأمنه وثايق فيه لأنه يسرح له غنمه ويرعاها ويرد معاها باله، وآب الذيب ولا بغى ذاك ما هو جاد على حد بعقله. بها الأمانة تنتكل ألا على حد أمين، ويدين ألا على المسقم اللي خلص الدين. وإذا أعطيته الأمانة ذاك اللي لا يوكلها وابى عنها يعود ألا اسمى بالذيب عن سرحة الغنم. المثل مالي الثالث يقول: جبير الخاطر. الجبير هو الملقى، والجبيرة هي العودان اللي يجبروا بهم العظام المكسورة، يعودوا من الخشب ولا القبص ولا غيرهم. الخاطر هي الأخلاق، لأنه الزين ألا المرضى ولا الرضا، والصالح والمصالحة والمسامحة وقبيض الأخلاق وجبير الخاطر. والمثل الأخير اللي لا يناقشوه في حلقة الليلة يقول: الجمل يقوم ويخلي البعار. الجمل جمعها جمال، إبل، قطعة، قليف، دولة. هو حيوان عظيم ذكر مولانا في القرآن الكريم وسبقوا للجبال. ويقول مولانا: بسم الله الرحمن الرحيم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وهذا يدل على أنه حيوان مهم حتى. والمعنى الأول للمثل على أنه الجمل هو الحيوان اللي فيه ياسر من المنافع والفوائد للإنسان، اللي من أصبر الحيوانات على وجه الأرض، ومن أكبرها حجم وطولها قامة وأرفضها راس وأغلاها عزة وعلاها قيمة. يقوم ويخلي البعار اللي ما ينباع ولا ينشرى. والمعنى على أنها المسلة قد اللحقة قيمتها لابد من يعود فيها شي رخيص وبسيط. والجمل يقوم ويخلي البعار. المعنى الثاني على أنه ما بقات في الأصل المعلوم والخيمة الكبيرة والتفقريش لهل ومروتهم وبطالتهم وشيعتهم ومعناهم وتاريخهم. العلة في التركية كان هلا هي تجيب ذمنها لها الزينين والله بدا بها النار تخلي الرماد، والجمل يقوم ويخلي البعار. لحقنا لنهاية حلقة الليلة، وإلى حلقة مقبلة من الأمثال الحسانية، وإلى اللقاء.